طريقة تفعيل المكالمات في التيك توك، ميزة جديدة نزلت في التحديث الأخير في التيك توك. صار بإمكانك تحكي مكالمات عن طريق التيك توك. كيف نفعلها هاي الميزة الجديدة الرهيبة الجميلة جدا بخطوات بسيطة ومن داخل التيك توك؟ تابعوا معي الشرح ولا تنسون اشتراك بالقناة ولايك وتعليق. الله يسعدكم. صلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. نبلش بالشرح. ندخل على تطبيق التيك توك ومن بعدها ندخل على الملف الشخصي، ثم على ثلاث شخطات يلي فوق. بعدها بننزل على الاعدادات والخصوصية، وبننزل على خيار جهات الاتصال والموقع. مثل ما نكون شايفينها جهات الاتصال والموقع، نكبس عليها. ما علينا غير نفعل هدول الخيارات الموجودة اخواني: جهات الاتصال، اصدقاء الفيسبوك، ومزامنة جهات الاتصال. ونفعل هذا الخيار، وبعدين بنروح الخطوة اللي بعدها اخواتي. الخطوة الثانية شو هي؟ بننزل هيك، بنروح على خيار الاشعارات اخواتي. ثواني، على الاشعارات. نفوت على الاشعارات مثل ما نكون شايفين. بنفعل هدول الخيارات بكونوا مطفية كلها اخواتي. اشعارات الكاملة، اي النغمات النرانية وطلبات الرسائل معينة الجهات الخاصة، واشعارات التفاعلات، وهيك بتكونوا منشورات، وهيك بتكونوا فعلتوها، ميزت المكالمات مثل ما قلت لكم الخطوات هاي. طبعا هدول الاشعارات بتفعلوهم كلهم اخواتي. هو هذا القسم اللي فوق الاشعارات، شايفين كل شيء هون موجود عندي، لازم كله تفعلوه تمام مشان المكالمات. اول خطوة اللي عملناها، وهي ثاني الخطوة. وهيك بكون خلص شرحنا، واجمل ميزة نزلت على التيك توك. شكرا اخواتي جميعا، الله يحفظكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، انا فيكم بكبر. حياكم الله.